ده طبعا البازار المصري. تقول لي مسمينه البازار المصري ليه؟ سألت مليون واحد محدش عارف. في الأول بيقول لك كانوا بيجيبوا البضاعة اللي بتتعرض اللي هو من مصر زمان يعني. وناس تانية بيقول لك لا، ده المحلات دي كانت بتاعت مصريين هم اللي بيتاجروا فيها، فده كان الجزء اللي بيتاجروا فيه. كل واحد برأيه بقى يعني. وفي واحد تالت قال لي بقى حاجة غريبة، قال لي ده مصري يعني بلدي يعني. واحد تاني قال لي مصري يعني ذرة. ما اعرفش بقى، انا مش فاهم حاجة، بس يعني خلينا ننقل لكم زي ما هو الامر زي ما هو. هو بيبقى اكتر حاجة فيه اللي هي الفواكه المجففة، هو بتاع هدايا، والحاجات الكاندي كلها يعني الكاندي والفواكه المجوفة والعطارة والتوابل، دي معظم الحاجات اللي موجودة أساسا. الهدايا بقى زي الدلايات والحاجات الفضة، الاكسسوارات كلها. يعني اللي عامل دايت ما ينزلش، أو اللي معهوش فلوس ما ينزلش. بس أهو يعني هنعتبره من باب العلم بالشيء، مش أكتر من كده. شيء كويس كويس كويس. هو مش كبير قوي، لكن يعني مساحته كويسة، والمعروضات اللي فيه كويسة جدا طبعا. روزماري بقى، هيمالايا، الملح الهيمالايا، الحاجات المجففة زي ما انت شايف، توابل. وده مش توابل، بعد التوابل هي الكاري والسمك والحاجات بقى اللي بتعمل ريلاكس. العطارة، كل حاجات العطارة كلها هتلاقيها موجودة. صابون، دي الصابون، انواع الصابون المختلفة. كل المعروضات متاحة في كده وفي كده، في بوابة كده، في العمق كده برضك تقدر تكمل الناحية دي. خلينا نطلع من هنا ونشوف، لأن الناحية دي الناحية دي زحمة أوي برضك محلات. أنا لسه جاي من عندها من الناحية التانية دي. طبعا جوه بيبقى إيجاراتهم أغلى، فبالتالي بتبقى أسعارهم أعلى شوية، ولكن بضاعتهم نظيفة. ريحة البن إيه ده؟ تقريبا ده محمد أفندي هنا. والله نشوف. أيوه أهو محمد أفندي اللي هو أشهر واحد بتاع بن، طبعا بالطابور هناك أهو، الناس بالطابور واقفين بالطابور عشان ياخدوا البن، وأنا برضك بالطابور عشان آخد البن. 56 جرام ب20 ليرة. اوكي اتفضل. 56 جرام. التمن ب45 ليرة. الكيلو ب360 ليرة. بس أصلي ده الأصلي يعني. اللي عايز نجيب له يقول. التمن ب45 ليرة، يعني لما نيجي نحوله مصري يبقى تقريبا 700 جنيه مصري. أي خدمة على النصب اللي هننصبه على البشرية كلها. 45 نضربه في جنيه وربع، ده ثمنه يعني. طبعا أنا مش هجيب لنفسي أساسا، لا أنا هجيب للاستخدام يعني، لأن الشيلة بتاعتي هجيب يا دوبك مثلا طمن ولا حاجة، لأن الشيلة بتاعتي الباك باك فبيبقى وزن معين.
طبعا انا مش همشي قبل ما دي، فاسمحوا لي اوقف على كده.